حضرتك السؤال اللي انت طرحتيه ايه موضوع النسبة البنائية ومشاكلها؟ النسب البنائية تم تعديلها يا فندم في جميع المحافظات وفي محافظة الجيزة تم تعديلها. كانت النسب البنائية في الأول 50%، وصلت 70%، إلا حدائق الأهرام. حدائق الأهرام يا فندم، منطقة حدائق الأهرام، لأن احنا عارفين إنها أكتر منطقة فعلا يعني قريبة من المتحف، وبتستقطب يعني تستقطب اكبر عدد من السائحين. انا لسه كنت عايزه اسالك فعلا في النقطه دي. هو الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا جدا. وانا يعني بوجه رساله للسيد وزيره التنميه المحليه والسيد وزير الاسكان والسيد وزير التخطيط والسيد محافظ الجيزه، انه يعني الموضوع ده مساله يعني مهمه جدا. هما موضوعين في هذا السؤال. النسب البنائيه حضرتك، أيوة. حدائق الاهرام من سنه 83 45%. نسبه البناء بتاعتها 45% حضرتك. كل المحافظات تم تعديل هذه النسب من 50 ل 80 الا حدائق الاهرام. فانا حضرتك يعني بوجه رساله ان النسبه البنائيه اللي عامله مشاكل كتيره جدا ما بين السكان وما بين المستثمرين ما بين الجهه الاداريه، ان النسبه البنائيه ايه المشكله لما تبقى 65 او 70%؟ انا بسال سؤال، ايه المشكله لما يتم تعديلها من 45 ل 65 او 70%؟ ثانيا الارتفاعات حضرتك، الارتفاعات لسه كنت عايز اسال حضرتك. الارتفاعات احنا عارفين انها 18 متر. تمام. دي داخل منطقة حدائق الأهرام. الارتفاعات منطقة حدائق الأهرام بتاخد أرضي، بدروم وأرضي وأربعة، لا تتجاوز ال 18 متر. تمام؟ طب حضرتك افرض واحد كان باني أرضي يعني وصل ل 21 متر. تمام؟ ده مصيره إيه؟ يعني عنده ليه ما نزودش الارتفاعات من 18 متر ل 24 متر طبقا برضه للمحافظات؟ تم تعديلها في قيود الارتفاع من قبل الهيئه الهندسيه، ولسه الكلام ده نازل في الجريدة. طب ايه الفايده حضرتك؟ ايه الفايده ان انت عايزها بدل ما تبقى يعني 18 متر ليه عايزها 24 متر؟ الفايده يعني في حاجتين. اول حاجه، انت بعد ارضي واربعه انت بترفض لو في دور مخالف تم بناؤه منذ سنوات بيترفض. طب بترفضه ليه؟ عشان كود الارتفاع ارضي و18. ثانيا، ليه ما نديش المواطن تمام، خصوصا ده داخل حدائق الاهرام، لان حدائق الاهرام قريبه جدا من المتحف المصري الكبير. ايه الفكره ان احنا ما نديهمش